السلام عليكم. انواع الدفايات اللي موجوده في السوق كتير جدا. اكتر دفايه امان ممكن تشتريها هي الدفايه الزيت، ودي لانها سواء شغلتها في غرفه او مكان مفتوح، شغلتها ساعه او اتنين او شغلتها ساعات كتير، ما تقلقش منها لانها مش بتحرق اكسجين ولا بتسبب اختناق. تعالوا بينا نعرف اهم مميزات وعيوب الدفايه الزيت وطريقه تشغيلها، وفي اخر الفيديو هنقول لحضراتكم اهم الماركات اللي موجوده في الدفايه الزيت. الدفايه الزيت من اسمها هي فعلا فيها زيت. جوه الريش ده يا جماعه بيكون فيه زيت، ولما نوصل فيشه الكهرباء الزيت مع الحديد ده بيسخن وبيدفي المكان. السؤال اللي دايما بنتسأله، هل الزيت اللي جوه الدفايه بنعوز نزوده او بنحتاج ان احنا نغيره؟ ولا بنحتاج ان احنا نغيره ولا نزوده، هو بيفضل زي ما هو. الدفايه الزيت بتتقاس بعدد الريش اللي جواها، يعني دي ريشه 2 3 4، واول ريشه ملاصقه للموتور بتاع الدفايه دي بتتحسب. يعني في ناس تقول لا انت مسلمني دفايه اقل في الريش، ما بيكونش عد اول ريشه. اول ريشه دي بتحسب يا جماعه وبتعدي من ضمن الريش بتاعه الدفايه. اشهر الشركات بتنزل دفايات 7 ريشه، 9 ريشه، 11، 13، 15 ريشه. دي عدد الريش المشهور في الشركات. في بعض الشركات بتنزل مقاس 10 ريشه و12 ريشه، لكن ده قليل. لو مساحه غرفه عندنا صغيره بنحط فيها 7 ريشه هتبقى كويسه جدا. لو غرفه اكبر او ريسبشن صغير ممكن نحط يا 9 يا 11 ريشه. ريسبشن كبير ومكان كبير ممكن نحط فيها 13 يا 15 ريشه. اول استخدام للدفايه الزيت في فصل الشتاء، الزيت اللي جواه بيكون شبه مجمد. اول ما بنشغلها ما بتحسش بالتسخين بتاعها على طول، لكن ممكن نستنى نص ساعه او ساعه وممكن اكتر من كده شويه علشان نحس بالتدفئه بتاعتها، عما الزيت اللي جوه الريش ده يبدا يفك معانا. استخدام الدفايه الزيت بيكون سهل جدا. بيكون مفتاح زي ده او بكره زي دي، ده مستويات حراره، حسب مستوى الحراره اللي احنا عاوزين نوصل للدفايه بنظبطها عليه، ولما يوصل لها بيفصل. دي السرموستات بتاعتها. بعد كده في الزرارين دول مسؤولين عن عدد الريش. يعني الزرار الدفايه اللي قدامنا دي 9 ريش، هنلاقي زرار بيسخن 3 ريش والزرار الثاني بيسخن 6 ريش. وبرده لو دفايه كبيره 15 ريشه هتلاقي زرار مسؤول عن 5 ريش وزرار مسؤول عن 10 ريش. طب ليه عاملينه كده؟ علشان خاطر لو عندي دفايه 15 مثلا حطيتها في غرفه صغيره فممكن اشغل 5 ريش او 10 ريش، ولو عايز اشغل 15 ريشه براحتي. بصفه عامه الزرارين دول مسؤولين، زرار عن تلت عدد الريش وزرار عن تلتين عدد الريش. بعض الدفايات وبعض الشركات بتنزل في الجزء ده فتحات كده بيكون في مروحه. المروحه دي بالاضافه ان هي بتوزع الهواء الساخن اللي موجود في المكان، كمان بتطلع هواء ساخن بيساعد في التدفئه. اهم ميزه من مميزات الدفايه الزيت ان هي ما بتحرقش اكسجين ولا بتخنق، سواء شغلتها ساعه 2 10 اكتر اقل، سواء حطيتها في غرفه وقفلت عن نفسي او في مكان كبير، ما فيش لها اي تاثير سلبي على صحتنا ونشغلها براحتنا. الدفايه دي بيكون فيها عناصر امان، لما بتوصل لدرجه حراره معينه بتبدا تفصل عشان ما تاذيناش. اهم نصيحه عاوزين نقولها لحضراتكم، بلاش نوصل اي دفايه يا جماعه بمشترك، سواء مشترك بسلك او المشترك الصغير، لان المشترك ده بيسبب مشاكل كتير عند ناس كتير. بلاش يا جماعه نوصل بالفيشه السلك بتاع الدفايه بالفيشه اللي في الجدار بدون اي وصلات في النص. الدفايه طبعا بيكون فيها عجله عشان سهوله النقل وسهوله الحركه. اما بقى عن عيوب الدفايه الزيت فبيكون لها 3 عيوب. اول حاجه بيكون سعرها عالي شويه، يعني الدفايات العاديه بيكون 400 جنيه 500 جنيه في الحدود دي بتبدا تقريبا من 3000 و5 و6 و7 على حسب الماركه وحسب عدد الريش. استهلاكها للكهرباء زي اي دفايه بيكون استهلاك عالي شويه. ثالث حاجه ان الدفايه دي بتاخد راحتها شويه في التشغيل وفي التسخين. يعني احنا لو عاوزين دفايه تشتغل بسرعه وتدفي بسرعه الدفايه دي ما تنفعناش. الدفايه دي بتشتغل وبتاخد وقتها في التدفئه وبنحس بالتدفئه بتاعتها بعد شويه صغيرين، غير الدفايات الثانيه اول ما بنشغلها بتبدا تدفي المكان، تدفي وصحيه وعمليه وكل حاجه، لكن بتاخد وقتها. جه دلوقتي ميعادنا مع اهم ماركتين موجودين في السوق للدفايه الزيت. اهم ماركه موجوده في السوق هي ماركه ديلونجي، ودي شركه ايطالي تجميع صيني ضمان شركه رايا، دي افضل دفايه وبلا منازع. رقم 2 شركه هيلر،
دي الماني 100%، صناعه وتقفيل الماني وضمان شركه العربي. واحنا بنستغرب ان هي الماني لان فيها بعض الديفوهات، ونلاقي في بعض الريش فيها فروقات كده، مع ان الصناعه الالماني صناعه متقنه جدا، لكن بنلاقي الديفوهات دي موجوده في الدفايه الهيلر. كده وصلنا لنهايه المحتوى بتاعنا. عاوزين مزيد من الدعم ومزيد من الاشتراك والتفاعل. اتمنى نكون ضفنا لكم معلومه جديده. السلام عليكم.